الكورس ده كورس كويس جدا جدا للناس اللي لسه بادئه، للناس اللي لسه عايزين يدخلوا المجال من تحت خالص، مش عارفين اي حاجه في البايثون، مش عارفين اي حاجه في الداتا اناليسيز. هيعرفوك ازاي يا هلا بكل الناس اللي مهتمين بتراك الداتا اناليسيز والداتا ساينس. في الفيديو ده عايز اشرح لكم كورس اسمه داتا اناليسيز اند فيجواليزيشن، داتا اناليسيز اند فيجواليزيشن في الجامعه الامريكيه. الكورس ده كورس كويس جدا جدا للناس اللي لسه بادئه، للناس اللي لسه عايزين يدخلوا المجال من تحت خالص، مش عارفين اي حاجه في البايثون، مش عارفين اي حاجه في الداتا اناليسيز. هيعرفوك ازاي تستخدم البايثون في موضوع الداتا اناليسيز وفي تراك الداتا اناليسيز عشان خاطر تكون داتا اناليست محترم، وات ايفر بقى الفيلد اللي انت عايز تسخر فيه علم الداتا اناليسيس ده. والله انت اتش ار، والله انت حد بتعمل ماسترز مثلا وعايز تعمل احصاء مظبوط وعايز تعمل تحليل للداتا اللي عندك مظبوط علشان خاطر يعني تطلع نولج مظبوط عشان خاطر البحث بتاعك في الماسترز ما يبوظش. وات ايفر بقى انت عايز تسخر الداتا اللي انت هتتعلمها في الكورس ده في ايه، او النولج اللي انت هتاخدها من الكورس ده في ايه، الكورس ده مناسب ليك. وخليني اوريك شكل الشهاده اللي اخدتها من الكورس. لحظه، دي شنطه شهادات الجامعه الامريكيه. خليني اوريك السيرتيفيكت. ده شكل الشهاده، اوكي. بيكون مكتوب فيها اسم القسم اللي اداك السيرتيفيكت اللي هو الكارير ديفلوبمنت ديبارتمنت، واسمك واسم الكورس واخدتها امتى، ومعتمده طبعا من الاي اي سي اي تي. السيرتيفيكت دي اللي هتاخدها بعد ما تخلص الكورس، اوكي. بس كده، خلينا ندخل على شرح الكورس. ولو انت عندك اي اسئله خاصه بالكورس، اي اسئله خاصه بالكونتنت، اي اسئله خاصه باللي انت تتعلمه في الكورس، بالفلوس، بقرارك اللي انت عايز تاخد الكورس ولا لا، بتمنى تسيبها لي تحت في الكومنت سكشن. بتمنى تدعمنا في عباية نيدي كوتشنج عشان خاطر نفضل مكملين في الكونتنت الخاص بكوتشنج الطلبه في كل حاجه بقى، كورسات، تخصصات، تعليم بره، سفر، شهادات، قراراتك اللي انت عايز تاخدها في موضوع الدراسه ولا لا. بتمنى تدعمنا في دي كوتشنج وتعمل لنا سبسكرايب في الشانل ولايك للفيديو. وبتمنى تبعت الفيديو ده لو انت عندك صاحب او عندك حد مهتم بتراك الداتا اناليسيس اند فيجواليزيشن وعايز ياخد كورس يقويه في الحته دي. وخلينا نخش على شرح الكورس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ويلكم هير از باي نيدي كوتشنج. والنهارده عايز اتكلم على كورس الداتا اناليسيز اند فيجواليزيشن. اوكي، الكورس ده حاجه كده قمه التحفه وقمه الجمال، ويدرسوا الناس في قمه البروفيشناليزم. وانا اخدت الكورس ده وكان جميل جدا جدا. هشير بقى معاكم كل حاجه انا اخدتها، وهشير معاكم الكورس فيه ايه وتعلموا فيه ايه وهتستفيدوا ايه والكلام ده كله، والادميشن والفيز وكل الايه الداتا اللي احنا محتاجين نعرفها قبل ما ندخل الكورس. طيب، قبل ما نبدأ كده صلى على رسول الله، ومحتاجين دعمكم في الشانل. انا لسه بادئ وبتمنى ان انتوا تدعمونا هنا في باين ايديو كوتشنج. انا احمد، كارير كوتش واتش ار وانجلش تيتشر. بتمنى تدعمونا هنا في باين ايديو كوتشنج عشان خاطر نكمل الكونتنت للناس كلها. كنت مبسوط جدا جدا ان كل الناس تاخد قرارات كويسه في حياتها يعني، فعشان كده اخترت الاي سي عشان خاطر اشرح الكورس اللي فيها. طيب، خليني كده ابدا اشرح في الكورس. طيب، الكورس اسمه داتا اناليسيس اند فيجواليزيشن ستاند الون كورس لوحده، اوكي. و الكورس ده لكل بقى الناس المهتمين بالداتا اناليسيز. هي حاجه كده هتعرفك في الاول، يعني لو انت مثلا بتعمل ماسترز، لو انت عايز الداتا اناليسيز على حاجه خفيفه، ده اللي انا اخدته من الكورس برضو، تمام. عايز تعرف تقرا الشيتس اللي بتطلع، عايز تعمل انت داتا اناليسيز اند فيجواليزيشن مش لكم كبير من الداتا، ولكن لكم يعني مش داتا ضخم عامه يعني، بس عشان خاطر برضو تكون امور واضحه. ماشي. دلوقتي الكورس هنا بيقول لك والله data analysis and visualization program is created for beginners who have never programmed before and want to build a complete understanding of Python from ground up, as well as begin the artificial intelligent machine learning and or data science track. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي كده، حلو قوي الكلام. الكلام ده ولع الكلام كله دولارات في الصلاة على النبي. طب يا باشا، هو في ايه؟ انتوا جايين تهزقوني هنا ولا ايه؟ مش مشكلة.
طيب هنا بيقول لك والله داتا اناليسيس اند فيجواليزيشن كورس ده للناس اللي ما برمجوش قبل كده خالص. يعني لو انت ما برمجتش قبل كده، ما تعرفش حاجه عن البرمجه، تعالى الكورس. طالب لسه بتتعلم، طالب لسه في الكليه ودي ماده عندك، تعالى خد الكورس. طيب والله يعني عندك ماسترز وعايز تتعلم الكورس علشان خاطر تعرف تعمل بقى الحته بتاعت الاحصاء اللي عندك في الماسترز، تعالى كورس. كل الكلام ده، كل الداتا دي تعرفها في الكورس ده للمبتدئين يا جماعه، لان انت ما عملتش كده خالص، ما استخدمتش برمجه خالص بايثون، وهتفهم بقى الدنيا هنا فيها ايه من الاول خالص بالراحه جدا جدا جدا. اوكي، ودي ناس برضو نوعيه الناس اللي كانوا عندنا في الكورس. يعني كان في ناس عندهم بزنسز عايزين يعني ياخدوا داتا، ياخدوا داتا دريفن ديسيجنز جايه من الداتا وكده، فكانوا بياخدوا الكورس. ناس كانوا بيحضروا ماسترز كان عشان خاطر الحته بتاعت الاحصاء كانوا بياخدوا الكورس. ف دكاتره في الكليه عشان خاطر يفهموا الحته بتاعت الاحصاء برضو جم اخدوا الكورس عشان خاطر يستخدموا بايثون يعني في الداتا وكده. ف دي نوعيه الطلبه يعني. طيب الكورس انفورميشن بقى يا جماعه، الكورس انفورميشن اشمعنى هنا بيعمل وهنا ما بيعملش؟ مش مشكله. طيب الديوريشن 30 ساعه، شهر واسبوعين، تمام. في ده السبجكت طبعا داتابيز مانجمنت. اوكي، اللوكيشن بقى تحرير سكوير او نيو كايرو برانش، تقدر تدرس في البرانش بتاع فلكي اللي هو في وسط البلد داون تاون، او تقدر اوف كامبس، مش في الكامبس خالص يعني اونلاين. طيب الفورمات والله عندنا ان كلاس وعندنا اونلاين. السي يوز 3 طبعا، سي يو اختصار لكلمه معلومه على الطاير يعني. continuing educational unit، واليونت الواحده بثلاث ايه؟ اليونت الواحده ب 10 ساعات، فهنا بيقول لك ان هو 3 يونتس يعني. طيب الستيتس افيلبل، تقدر تحجز، تضغط اهو وتحجز. اوكي طيب لو انت بقى عايز تتكلم الاي سي وتعرف الدنيا فيها ايه، برضو ممكن تكلم الرقم ده او تبعت ميل على الرقم ده وهم يردوا عليك على طول. اوكي كده خلصنا الحته بتاعت الكورس انفورميشن والداتا اناليسيس اند فيجواليزيشن. انا جيت هنا في حته التقديم وبتاع، ان شاء الله هقول لكم ازاي تعرفوا تقدموا لو انتوا خلاص قررتوا، بعد ما ايه بالترتيب كده واحده واحده. خلينا ندخل بقى على الحته بتاعت البروجرام اوفر فيو. والله هنا بيقول لك الداتا اناليسيس is the process of extracting information from data. الداتا اناليسيس هي عمليه كده بنعملها، هي عمليه عشان خاطر نعرف نجيب معلومات من الداتا دي. انت دلوقتي عندك شويه داتا، عايزين ناخد من الداتا دي بقى ايه؟ معلومه بقى، نطلع منها معلومه. فهو هنا الكورس ده هيساعدك انك تعمل كده. ماشي، حلو قوي. it involves multiple stages including establishing a data set، تمام، preparing the data for processing, applying modules, identifying key findings and creating reports. دي البروسيس بقى بتاع الداتا يا جماعه اللي بتحصل. والله انت في stages including establish data set يا باشا اهي. preparing the data for processing، تنضفها وتحطها على اكسل وتظبطها ومش عارف ايه. طيب applying models، دي مش ما اخدتش بالي منها. identifying key findings and ايه creating reports، ده طبعا بقى ايه هتبدا بقى تطلع ريبورت من الداتا دي. خد الاكسل شيت ده في 400 الف طالب ثانويه عامه سنه 2020. عرفني بقى ايه الدنيا، ايه الطلبه دي اخبارها ايه في الحته بتاعه المجاميع؟ طب المجاميع كانوا كام في المية؟ طب قسمهم لي، يعني طلع لي داتا من الموضوع ده. وات ايفر ده بقى الداتا اللي انت عايزها فور ديفرنت بيربسز، انا مش عارف ساعتها انت ممكن تحتاج الداتا دي في ايه. طيب الداتا اناليسيس aims to find actionable insights that can inform decision making. الحته اللي انا قلتها لك فوق، لان احنا بندرس الحته دي في الاتش ار برضه في الحته بتاعه البيبل اناليتكس. طيب انا دلوقتي محتاج اخد حاجه اسمها data driven decisions. طيب data driven decisions يعني داتا، يعني قرارات، انا واخد القرارات دي بناء على داتا انا شفتها. فالداتا اناليسيس يا جماعه في اي شركه، وده الموضوع المهم جدا جدا، في اي شركه يا باشا انت محتاج الراجل بتاع الداتا اناليسيس ده، تمام. او لو انت شركه هتتعاقد مع واحد فريلانس وات ايفر، الناس دي هتحتاجك. ليه بقى؟ علشان خاطر انت بتخليهم يعملوا داتا، بتخليهم يعملوا قرارات او ياخدوا قرارات بناء على داتا، مش قرارات كده من الهوا.
انا النهارده صحيت انا هعمل المنتج الفلاني، انا النهارده صحيت هغير الماركتنج استراتيجي اخليها كذا. لا، مفيش ده، مفيش منه. انت يا باشا بتعمل داتا دريفن ديسيجنز. هاخد القرار ده بناء على ايه؟ تمام. ده ميزه الشخص بتاع الداتا اناليسيس، هو مع المعلومه. knowledge is power يا جماعه. طيب this course teaches you essential statistical knowledge and how to apply it to different businesses questions. سلام والله، بص نفس اللي احنا اخدناه في الكورس بالظبط حرفيا. وده اللي بيميز الجامعه الامريكيه بقى، ها، ده اللي بيميز الجامعه الامريكيه، ان انت اللي مكتوب في قلب البروجرام اوفر فيو هو اللي انت هتلاقيه في الكلاس بس، خلصت نقطه. طيب this course teaches you essential statistical knowledge. انا في الكورس ده كان مقسوم نصين، نص statistics والنص التاني او الاخر 2 سيشنز كانوا الحته بتاعت البروجرامنج والبايثون وكده. هم ضافوا دلوقتي تراك جديد زياده هشرحه لكم في فيديو تاني ان شاء الله، اللي هو الحته البروفيشنال بقى. لو انت هتاخد ده بعدين تاخد الكورس اللي انا هشرحه ان شاء الله ده، اوكي. بايثون بقى، داتا ساينس، بايثون تقيله بقى يعني specifically in بايثون. طيب فهنا بقى يا باشا بتتعلم statistics الاول. طبعا انا بكره الماده دي جدا، تمام. و بعدين بقى الحته بتاعت البايثون بقى، تمام. يعني كورس مينلي كده في حته statistics في الاول، بعدين بتخش على البايثون تطبق كل الكلام اللي انت عرفته ده، طبعا في 2 سيشنز يعني 6 ساعات بتتعلم الحته دي. طيب after completing this course you can analyze your data. طبعا هتعرف تعمل analyze طبعا and quickly and visualize your results using SPSS and Python. طبعا في برنامج اسمه SPSS ده بتاع برضو داتا اناليسيز، والناس مفيش حد بتاع ماسترز مش هتلاقيه عارف الاس بي اس اس، كله عارف الاس بي اس اس. طبعا طلبه كليه التربيه النوعيه عشان خاطر بنعمل الاحصائيات وكتير بنستخدم الاس بي اس اس، اوكي. فالاس بي اس اس ده يا جماعه بروجرام بيستخدم الاحصاء من شركه مايكروسوفت، اوكي. فده برنامج اس بي اس اس يعني. طيب you don't need any prior knowledge، جاي من كلمه priority to enroll in this course. مش محتاج اي knowledge عشان خاطر يعني لا knowledge بالstatistics ولا knowledge باس بي اس اس ولا knowledge بالبرمجه، تمام. زي ما احنا قلنا فوق هنا this course is for beginner. program is created for beginners who have never programmed before. تمامين. طيب هنا بقى بيقول لك you will learn how to use Python to analyze and visualize your data using different libraries. تمام اهو. you will explore the 4 crucial steps for any data analysis project: reading, describing, cleaning and visualizing data. هتتعلم المراحل الاساسيه اللي انت فيها، يعني محتاج تعمل الداتا اناليسيس بروجكت، تحتاج تظبط البروجكت. سوري يا جماعه الصوت الوقح ده. طيب محتاج تعرف ايه الفور ستيجز دولت: ريدنج تشوف الداتا، ديسكرايبنج توصفها كده والدنيا فيها ايه وتنظفها، وبعدين تعمل الفيجواليزيشن بتاع الداتا دي وتعرفها بقى للناس، خدوا يا جماعه انا طلعت دولت، دي الاوتبوت بتاعي، تمام. In each step you will work within the most common and popular tools data analysis used daily، اللي هما يعني البايثون والاس بي اس اس. By the end of the course you will be able to extract knowledge and answers from data confidently. بكل ثقة هتعرف تطلع داتا او تعرف تطلع knowledge من الداتا دي، اوكي. طبعا الكود بتاع الكورس CDAV 101 Data Analysis and Visualization. هسيب لك اللينك تحت برضو، ممكن تضغط اهو هتلاقي داتا عن الكورس، بس كلها مكتوبة برا يعني no need to click. طيب هنا بقول لك بقى continuing educational unit equals، مش هقولنا يا حبيبي قبل كده، عارفين الكلام ده كله ما تهزرش. طيب a standalone certificate will be issued upon successful completion of each course. طبعا بتاخد certificate بالكلام ده. نخش بقى على الحوت learning outcomes. By the end of this course learners will be able to utilize statistical tools for working data sets, okay. practice SPSS data entry. هتعرف بقى تدخل هنا بقى يا جماعه، هتعرف بقى الستاتستيكال تولز غالبا كلها هتكون في الاس بي اس اس بصراحه. تعرف بقى الداتا سيتس وتعرف بقى وكمان هنا هنا في شرح من اللي انا اخدته من الكورس، يعني هنا في شرح statistics. تخش جوه
تدرس statistics. طيب practice SPSS data entry, editing and organizing data sets and carrying out inferential statistical analysis. هتستخدم SPSS بقى وتعرف كل التولز اللي انت محتاجها ان انت تكستراكت داتا، كل التولز اللي انت محتاجها، وهتطلع لك كمان بعد الاس بي اس اس هتطلع لك كده الايه، تعمل لك فيجواليزيشن محترم. طيب use Python to solve tasks. طبعا هنا نستخدم بايثون very fundamental كود يعني. practice using NumPy for data analysis. دي NumPy دي يا جماعه مكتبه في البايثون، تمام، كنا بنستخدمها في الداتا اناليسيز يعني. طيب manage bands in a data analysis context. manage data import and cleaning for different types of data. practice using different data visualizing libraries and extracting insights from them. analyze machine learning algorithms for networking with data sets. طبعا كل الكلام ده كلام عظيم، طبعا الكلام ده زي ما انا قلت قبل كده للمبتدئين، يعني انت you don't need to be a professional or a programmer a coder او اي حاجه قبل ما تدخل الكورس ده. كل الكلام ده تتعلمه بعد ما تخلص من الكورس زي انا كده. بس انا عشان خاطر درست بروجرامنج في الكليه كنت قاعد كده في الكورس قاعد ما بعملش اي تاسك، بعملها في الاخر كده وعمال بفهم بقى اللي حواليا واشرح لهم وكده، since انا I'm a helper person يعني، فانا بحب اساعد الناس. فما كنتش الحاجات دي كانت بصراحه كانت في الاول انا كنت رايح عشان خاطر اعرف البروسيس كلها بتمشي ازاي يعني. وخرجت من الكورس ده ان انا اكون شخص كريتيك. يعني ايه كريتيك يا جماعه؟ جاي من كلمه كريتيكال ثينكينج، تفكير نقدي. بقيت انسان يعني بركز، او مش كل الكلام اللي اتقال لي بتصدقه يعني، ما كنتش قبل كده بعمل يعني، بس بقيت مور بروفيشنال في الحته دي. طيب admission requirements. دي requirements بقى المفروض تكون عند حضرتك قبل ما تدخل الكورس، وده شيء مهم جدا. وهنا حته تريكي يعني تخلوا بالكم. applicants must pass the standardized English proficiency test SEPT او ال OEPT and score level ENG B1A. B1A بقى اللي هو الليفل التاسع، تمام؟ فمحتاج تكون مستواك في الاي يو سي ليفل التاسع. either انت راجل بتدرس في جامعه امريكيه انجلش، تمام؟ لا بس هنا يا جماعه مختلف. هنا مش لو انت طالب ومعدي الليفل الفلاني، هنا لا، هنا انت لازم تعمل SEPT وتجيب الدرجه دي. اتفقنا؟ يعني يا جماعه لازم الناس اللي عايزه تدرس الكورس ده في الجامعه الامريكيه تعمل التست ده اللي هو ال SEPT او ال OEPT Standardized English Proficiency Test او اونلاين او ال Oral English Proficiency Test. اوكي؟ او انجلش او اونلاين انجلش بروفيشنسي تيست، غالبا هو اونلاين انجلش بروفيشنسي تيست. طيب previous awareness of Excel sheets، لازم يكون عندك معرفه بالاكسل يا معلم. الفيس بقى بتاعته 2500 جنيه. لو انت طالب في الجامعه الامريكيه تدفع 2500. لو انت مش طالب بتعمل طبعا الكارنيه وتعمل الاختبار والكلام ده كله، يعني كله هيكون ب 550 مع 3000 جنيه بتتكلم فيه. بس خليني اقول لك على حاجه بسيطه في ريجاردنج الفلوس يعني. انا يا جماعه بعتبر ان التسجيل في الجامعه الامريكيه او التعليم في الجامعه الامريكيه هو استثمار. انت هتحس ان الفيز عاليه وايه ده وواو وبتاع، لا الفيز مش عاليه. الفيز مش عاليه قصاد اللي انت هتاخده جوه، الفيز مش عاليه قصاد الناس البروفيشنالز اللي هيدرسوا لك جوه، الفيز مش عاليه قصاد الطريقه اللي انت هتتعامل بيها جوه، الاهتمام، البروفيشناليزم اللي هيكون معاك جوه، ابتداء من اول دخولك الكليه، من ناس من اول دخولك الجامعه، من الامن اللي واقفين بره لحد الدكاتره اللي موجودين في الجامعه. very welcoming very cheerful people، يعني هم ناس كده كويسين جدا محترمين جدا جدا very professional. هيساعدوك، هتعمل نتوركينج، هتعمل علاقات مع زمايلك، community كويس. فهنا بقول لك ان انت الحته اللي دايما بتكلمها لحد ما حاسس انها تبقى لازقه في اسمي يعني، ال ROI return on investment. انت وانت بعد ما بتاخد الكورس او انت لما بتفكر تاخد اي كورس، في حاجه اسمها return on investment، العائد على الاستثمار. انا والله في الحته بتاعت الاتش ار بتاعتي يعني كاحمد، ايه العائد على الاستثمار بتاعي هنا؟ ان انا اعلم الموظفين اللي عندي في الشركه حاجه اسمها prompt engineering.
ازاي يكتبوا البرومبت للاي اي عشان يطلع لهم الداتا اللي احنا محتاجينها بالظبط، يجاوبوا على الاسئله اللي احنا محتاجينها بالظبط. ايه العائد عليا؟ الموظفين هيكونوا اسرع في المهام يعني. طيب بدل ما بينجزوا مثلا 100 تاسك في الاسبوع هيدرسوا 150، هيدرسوا 125. ايه الار او اي؟ ايه العائد على الاستثمار لما استثمر في نفسي واخد كورس زي ده في الجامعه الامريكيه؟ ايه العائد؟ هستفيد ايه؟ فاهم قصدي؟ فدي الحته اللي انت تستفيدها هنا. هنا في ار او اي مرعب، هنا في اي او اي مرعب. يعني ار او اي مرعب ان انت تستفيد جدا من كورس وهتعمل علاقات وهتعمل ناس وهتشوف ناس جديده وهتتعلم في مكان محترم مع ناس بروفيشنال وي. وكمان الكورس ده هيأهلك ان انت تدرس الايه، الكورس الادفانسد في الداتا ساينس برضه يوزنج بايثون، هتلاقوه في فيديو جاي ان شاء الله على الشانل. فعايز اقول لكم ان انت لو انت متردد تدرس الكورس هناك، لا روح ادرس الكورس. لو انت طالب ماسترز وعايز تعرف عن الداتا اناليسيس عشان تعمل احصاء مظبوط، روح ادرس الكورس. لو انت طالب في الكليه وعايز تعرف صح وتدرس الكورس صح وتعرف statistics صح، روح ادرس الكورس. ف نصيحتي ليك لو انت متردد ما ترددش وروح، هتتبسط جدا. وعلى فكره اسعار ممكن تغلى الترم اللي بعد الجاي، فالحق المره دي لو انت حابب يعني. طيب لو انت continuing student هتريجستر هنا بكل سهوله، الموضوع بسيط. لو انت نيو ستودنت تضغط هنا تمام وتملى الداتا دي، بعدين تشيك كورس هيبعتوا لك ميل وكل الكلام ده هيبقى زي الفل، وهتعرف انت عايز ايه وهما يمشوا معاك خطوه خطوه يبعتوا لك يعني. بس نتمنى اكون فدتك في الكورس، واتمنى برضو يا جماعه تدعمونا في عبايه نيدي كوتشنج. احنا لسه بادئين، واتمنى الشرح بتاعي يكون عجبكم، واتمنى الكورس ان شاء الله يكون يحقق فايده ليكم. احنا لسه بادئين. هتلاقي هنا كل داتا عن الكورسز، هتلاقي هنا داتا عن البرامج المختلفه، المنح المختلفه. هتعمل حاجه مهمه جدا جدا لنفسك which is ان انت تعمل كوتشنج نفسك خلال الشانل. انا احمد زي ما قلت لكم ان انا كارير كوتش واتش ار وانجلش تيتشر، ومهتم جدا جدا ان انا ابروفوك الثوتس بتاعت الناس اللي هي النيجاتيف ثوتس، وان احنا نبدا ندرس صح ونبدا ندرس في اماكن صح. although ان احنا على فكره عارفين ان احنا في اماكن بره، بعض زمايلي درسوا في اماكن بره اغلى من الجامعه الامريكيه، فلا انت هنا هتاخد قيمه قصاد سعر. فبتمنى اكون فدتكم، بتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك للفيديو وشير لاي حد مهتم، ويخلينا نكمل الفيديو. وفي اخر الفيديو بشكرك ان انت اخترت عباية نيدي كوتشنج واحمد عباية علشان يشرح لك محتوى الكورس من الجامعه الامريكيه، كورس الداتا اناليسيس اند فيجواليزيشن من الاي يو سي. ولو انت عندك اي استفسار اي حاجه ريجاردنج الكورس، اتخاذ قرارك في الكورس، ظرف معين انت بتمر بيه وعايز مساعده، تسيبوا لي تحت في الكومنت سيكشن، او عندنا كل قنوات الاتصال تحت موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو، تحت الواتساب، تحت الفيسبوك بيج، الفيسبوك بروفايل، الانستجرام، اللينكد ان، ايفن كل حاجه موجوده تحت ان انت تتواصل معايا لو انت محتاج مساعده في اي واحده فيهم. بتمنى تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو وتعمل شير للفيديو لو انت عندك حد محتاج توصل له الفيديو ده. واستودعكم الله وابشر يا صديقي.